اهلا بيكم، انا دكتور جورج. النهارده 7 رمضان ودي معلومه رمضانيه جديده في سلسله اعرف اكتر اتغير اسهل. جلطات الاورده العميقه بتبدا عاده بالم حاد وتورم في احد الساقين. ممكن تحس بحراره في المنطقه المصابه وممكن يكون في تغير في لون الجلد في الساق المصاب. الالم في الجلطات بيكون مركز وشديد مقارنه بالدوالي اللي بتظهر بشكل تدريجي، بس الفرق الاساسي ان الجلطات بتسبب الم مفاجئ وحاد وممكن يحصل تورم ملحوظ في الساق، لكن الدوالي بتكون وجعها أكثر استمرارية مع ظهور الأوردة وتعرجها. تراكم الدم وتجلطه داخل الأوردة بيزود الضغط الوريدي وممكن يؤدي لمضاعفات خطيرة لو ما اتدخلناش فيه بسرعة، زي إن الجلطة تتحرك وتروح للشرايين الرئوية. الكشف المبكر بيساعد على إننا ناخد الإجراءات العلاجية السريعة، وده بيمنع تطور الحالة وتفادي المخاطر. نصيحتنا ليكم لو حسيت بأي ألم أو تورم مفاجئ في ساقك لازم تراجع الطبيب المختص فورا لتقييم الحالة عشان نمنع أي مضاعفات. طب ويا دكتور ايه نصايح للمحافظة على الأوردة عند السيدات؟ استنونا بكرة.